هنا وعلى أرض المملكة هذه تجد زوجين متحبين متفاهمين، يد تربت على الأخرى من جهة، وعلى قضبان الحديد الثقيلة من جهة أخرى. رنيم الصفدي نعومة الاسم تكفي، فهي شريكة في ورشة حدادة. ظروف حياتية وأخرى صحية أصابت زوجها دفعها لتعلم أصول المهنة قبل 4 سنوات لتترفع عن حاجة الناس الذين لا يملكون سوى إلقاء اللوم والنظرات المستنكرة عليها. أنا كان هدفي من البداية إني أساعد زوجي، مرت علينا ظروف صعبة جدا، فكنت أجي وأوقف بجنبه شوية أشوف أساعده بشغلات بسيطة. فمع الأيام شوي شوي اتطورت وعرفت كل إشي يعني فيها. واجهت صعوبة في البداية في هذه الشغلة، إنه كيف نظرة المجتمع إلي إنها هاي مهنة ذكورية، وإني أنا بطلع على الدور الناس وبركب مع زوجي. كانوا الجميع يسألوني ليه بتشتغلي هذا الشغل، جيبوا حدا يساعدكم. فكانت ظروفنا ما تسمح، وأنا صممت وعندي ثقة إني أنا بدي أساعد زوجي وأساعد أولادي. على الرغم من مشاق مهنة الحدادة وصعوبة العمل فيها، واصلت السيدة رنيم العمل بجانب زوجها بعد أن خاضت تجارب أخرى تليق بالنساء على حد قول المحيط لمساعدته ولم تنجح. حاولت إني أفتح بقالة في هون يعني كمان في بيتنا، بس ما زبطت، كان بدها راس مال يعني كبير، فما زبطت معي بالمرة. وكمان بلشت يعني إني أزرع قمح وشعير، كمان ما زبطت. يعني الفلاحة بدها كم هائل يا بلاش. فبلش يعني بس ظروف الصحية بلشت تتحسن، قررنا إنه نفتح هذه الورشة. نظرات اعتزاز وفخر تبرق من عيون أمجد الصفدي تجاه زوجته التي وقفت إلى جانبه، فقد أصبحت تضاهيه من حيث القدرة على إنجاز العمل، ما رسم صورة مختلفة بعيدا عن الحياة الزوجية المعتادة. هذه الصنعة صنعتي، وإحنا مرينا شوي بظروف صعبة، يعني ما لقيتش حدا يساعدني إلا زوجتي، فبلشت هي تساعدني، والحمد لله رب العالمين برضه تعلمت الصنعة 100%. أنا بكون مبسوط إنها بتشتغل وبتفهم الشغل تاعي ومتفهمة. مرات أنا بروح بجيب بضاعة أو بطلع على أي شغل، شو بخلي لها بالورشة بلاقيها من جسيته ومجهزيته. رنيم صاحبة 30 عاما استطاعت إثبات أن المرأة فعلا تستحق لقب الحديدية. أنثى فلسطينية بين شرار الحديد، امتهنت مهنة تخشاها بنات جنسها لخشونة الأيادي التي تتعامل مع الحديد، إلا أن ذلك لم يقف عائقا أمام رنين التي أصبحت معلمة حدادة في قريتها عريف جنوب نابلس. لتلفزيون الفجر الجديد، تسنيم قشوع.